منو صديقك، الشاي لو القهوة؟ ليش أكو ناس تحب الشاي وأكو ناس تحب القهوة؟ تعالوا خليني أسولفلكم. قبل لا تصير القهوة رفيقة الصباح كانت مجرد حبوب بشجرة بأثيوبيا. من راعي لاحظ نشاط الماعز مالته بعد ما أكل منها، ومن هنا بدت قصة القهوة حول العالم. وصلت لليمن، تحمصت وانطحنت ودارت كل البلدان لحد ما وصلت فنجانك اليوم. يعني ويا كل رشفة أكو قصة عمرها مئات السنين. إذا القهوة قصتها بدت بحبوب، فالشاي قصته بدت بورقة. قبل آلاف السنين وقعت ورقة الشاي بمي حار بالصدفة، ومن هاي الصدفة انولد مشروب صار ضيف بكل بيت، وتحديدا البيت العراقي. الشاي مو بس مشروب، الشاي صار سوالف ولمة وراحت بال بقلاص حار. وبالنسبة إلي ما راح أسوي مقارنة بيناتهم لأن أحبهم اثنينهم.